بغيتوا تحاربوا في الصحراء الغربية بالكوكايين، بغيتوا ترفعوا الاقتصاد المغربي بالكوكايين. النظام اللي اصلا يعني معول على الحشيش، معول على الحشيش باش يوقف الاقتصاد. فرار في البحر من جهة، وجاكم بيع اللحوم البشرية من جهة، ومازلتوا ماشيين. منين ماشيين؟ واش تريدون الله سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض؟ واش بغيتوا يخسف بكم الأرض؟ راه مازال يخسف بكم الأرض، مازال يخسف بكم الأرض، مازال تباتوا ما تصبحوا كاملين بسبب هذه المنكرات اللي ضيعتوا بها الزريبة وضيعتوا بها الصحراء الغربية. إذن حسب التقرير أن الزودياك الذي تم توقيفه كان قد نقل كم من الكوكايين؟ طنين من الكوكايين، طنين من الكوكايين. فماذا أنتم فاعلون أمام هذا الفضح؟ الزريبة بغيتوا تحاربوا في الصحراء الغربية بالكوكايين، بغيتوا ترفعوا الاقتصاد المغربي بالكوكايين، بغيتوا تعدلوا التوازن في الاقتصاد المغربي بالحشيش. واش انتم هبال ومسطين؟ على ما تكونوا شجعان وتكونوا ناس اصلا في المكان المناسب، وتصنعوا اقتصاد يحمر الوجه، تعدلوا فلاحة في المستوى، وامن غذائي في المستوى، واقتصاد في المستوى، بدل على انكم تلهوا لنا في الحشيش. واش الحشيش لاهي يرفع لكم الاقتصاد؟ يعني هذا النظام اللي اصلا يعني معول على الحشيش، معول على الحشيش باش يوقف الاقتصاد، معول على الكوكايين باش يرفع الاقتصاد. واش تاهي ترفع عند الاقتصاد بالكوكايين؟ إذن حسب هذا التقرير طنين من الكوكايين قد أدخل عبر هذه يعني المعدات المحجوزة واللي على رأسها الزودياك. وقد شحنت هذين الطنين من الكوكايين، نزيدكم، شحنت في سيارتين، وبعلم الكوميسير محمد الشراح اللي هو مدير ولا كوميسير لا ديستي في مدينة العيون المحتلة. اسمعوا يا أهالي العيون المحتلة، اسمعوا يا الصحراويين في المناطق المحتلة، اسمعوا يا الصحراويين في كل مكان، اسمعوا ماذا يفعل الاحتلال المغربي في السواحل الصحراوية. انظروا ماذا يجيب لكم الاحتلال المغربي. هذيك لا ديستي اللي تظل طاردتكم انتم في العيون المحتلة، هذا الشراح اللي يصفه التقرير بكلب الغندور، انظروا ماذا يفعل هذا محمد الشراح. انظروا ماذا يفعل في الصحراء الغربية، ولا حسيب ولا رخيب، ما يوقف قدام محكمة، ما تختطفوا فرقة وطنية، ما يحاكم قدام وكيل ملك، ولا يدخل حبس، ما يدخل حبس. هو يبيع الكوكايين عادي جدا، ويشرف على إدخال الكوكايين عادي جدا.